بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنعمل مع بعض صينية قلاش جميلة جدا. قد هي جميلة ولذيذة ما شاء الله عليها. طرية وحلوة ما شاء الله. هنمشي مع بعض الخطوات خطوة خطوة وهنشوف عملناها ازاي. هنعصج اللحمة مع بعض. معايا على النار بصلة مبشورة، نحط عليها اللحمة. انا ما حطيت سمنة ولا زيت، اللحمة بيبقى عليها نسبة دهن. نزلنا باللحمة، اللحمة بيبقى فيها نسبة زيت، عشان كده ما بحطش سمنة ولا زيت. ونزلت عليها ب4 معالق صلصة. هغطي عليهم او اسيبهم مكشوفين عادي، مش مشكلة، لغاية لما مش يبقى فيها مية خالص. نشوفها مع بعض لما تخلص. ومعايا نزلت بقرن فلفل، ونزلت بفلفل اسمر وبابريكا وملح ونص معلقة السكر وربع معلقة شطة ختيم، واقلبهم كويس برضو، واستنى لما المية بتاعت اللحمة تشرب خالص. كده عصجنا اللحمة ما شاء الله عليها، جميلة جدا جدا جدا. هنشوف مع بعض طريقة القلاش خطوة خطوة. انا هنا معايا كيلو من القلاش، ممكن نعمل نص كيلو على حسب الصينية. عندي هنا سمنة، همشي معايا خطوة خطوة. اول حاجة هعملها هدهن الصينية بالسمنة، بعد كده هوزع القلاش. دهنا الصينية كويس قوي. اول حاجة هعملها هحط القلاش بين كل راق وراق، هدي لمسة كده بالفرشة. بعد كده بمسك القلاش بحطه من الحراف زي ما انتوا شايفين معايا كده، من كل الجوانب، عشان خاطر الحشوة مش تطلع. طبعا محدش بيعمل الخطوة دي. زي ما احنا شايفين عملنا الاربع اتجاهات. كل اتجاه رفعنا ورقة القلاش على ناحية، زي ما احنا شايفين كده، عشان لما احط الحشو بالنسبة للاطراف ما الحشو ما يطلعش. لو القلاش عندك سليم يبقى كويس، لو في مهري من الفريزر او حصل له اي حاجة، حطي المهري ده في النص، مش ترميه، حطيه في نص الحشو، في نص الصينية. ما ننساش كل بين طبقة والتانية ادهن دهنة خفيفة. بعد ما عصجنا اللحمة شكلها حلو قوي، ريحتها جميلة جدا. زي ما احنا متعودين بنحط البهارات في اول اللحمة ما بتستوي. هنوزع اللحمة المتعصجة على القلاش، نفرده كويس قوي. وزعت اللحمة كويس قوي. اول حاجة بقى هعملها همسك الجوانب اقفلها. ادي اول واحدة، الاربع اطراف هقفلهم، وادي تاني واحدة هقفلها كويس قوي. ومن الحشو ما يطلعش في الجناب خالص. باقي اخر واحدة كده، انا قفلت الاربع اطراف ما شاء الله. هنكمل بقى بقية القلاش. وقفلنا صينية القلاش، وكل بين راق وراق حطينا سمنة. ممكن تحطي سمنة على زيت، ممكن تحطي زبدة، المتاح عندك الموجود عندك، ما تقفيش على حاجة معينة. هنقطع القلاش. دي صينية هقطعها هنا 4، كل صف 4. لازم يتقطع وهو ني، ما ينفعش يتقطع لما يستوي. الناحية التانية قطعت الصينية من الناحية التانية. بعد كده بدي الوش بالسمنة. انا زي ما قلت لكم انا بستخدم سمنة كريستال، انا بحبها قوي في الاكل، ما بحبش اي نوع سمنة تانية.
عملنا كمان صينية تانية، بس الصينية دي مدورة وقطعتها مثلثات، كان باقي من القلاش. ندخل الصينية الفرن، بس هي 5 دقايق كده وهخرجها تاني واسقيها بالشوربة واللبن والبيض. 5 دقايق بالظبط الخرط تاخد وضعها. الخطوة اللي بعد كده انا جبت بيضة وعليها شوية فلفل اسمر، بربها كويس قوي، بعد كده احط عليها الشوربة واللبن واسقيها في القلاش. حطينا البيضة مع اللبن وهنزل بالشوربة. طبعا الشوربة متطعمة بالبهارات، لازم ندلع اكلنا. ولو مش عندك لبن عادي ممكن تمشي البيضة مع الشوربة تخليها جميلة قوي. مش تقفي على اللبن مخصوص، لو مش عندك عادي والله امشي بالبيضة والشوربة. عملته مرة طلع جميل قوي.